مين منا ما بيحب كيكة الشوكولا وخاصةً لمّا تكون هشة وطرية وعليها صوص شوكولا خفيف وعم بتدوب بتتم ذوبان. كل محبين الشوكولا وصوصات الشوكولا تابعوني بهالفيديو مشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لهالوصفة رح نحتاج 3 بيضات حجم وسط بحرارة الغرفة. رح نكسر البيض ونحطه بصحن غميق، وبعدها بدنا نضيف له ظرف فانيليا. واللي ما متوفر عنده ظرف فانيليا فيه يضيف له برش ليمون أو برش برتقان. رح نحتاج كاسة سكر رح نضيفها للبيض وبعدين بدنا نخفقهم بالخفاقة الكهربائية. اللي ما عنده خفاقة كهربائية فيه كمان يخفقهم بالإيد، بس يعني رح يطول لبين ما يدوب السكر معه. رح نضل نخفق تقريبًا 10 دقايق لربع ساعة لبين ما يتحول عندي المزيج للون الأبيض الكريمي متل ما بتشوفوه بالفيديو. وبعدها بدنا نضيف له كاسة حليب ونص كاسة زيت مازولا أو زيت ذرة، وبعدها بنكمل خفق. الحليب طبعًا لازم يكون كمان بحرارة الغرفة. بالنسبة للطحين أو الدقيق رح نستخدم أول شي كاسة رح نخلّها بالمنخل، وبدنا بعدين نخفق المزيج. بعد ما نخلنا أول كاسة وخفقناها منيح بدنا نضيف 3/4 كاسة طحين ونص كاسة كاكاو، وبدنا كمان نخفقن منيح وما ننسى كمان ظرف بيكنج باودر ورشة ملح. يعني المقادير اللي استخدمناها بالطحين هي كاسة و3/4 بالإضافة لنص كاسة كاكاو. رح نضيف كمان للمزيج معلقتين نسكافيه. نسكافيه رح تعطي الكيك نكهة كتير طيبة، وطبعًا هدول إضافيات. يعني اللي بيحب يستغني عنّه فيه يستغني عنّن، واللي بيحب يضيفهم فيه يضيفهم. هيك صار عندنا خليط الكيك جاهز. بدنا نخلط المكونات كلّها مع بعضها منيح، نتأكد إنه اختلطت منيح. طبعًا هاد القوام تبعه رح يكون سائل شوي لإن حيطيب فيه كمية كاكاو منيحة. بعدها جِبت صحن بايركس دهنته أول شي بزيت المازولا دهنة خفيفة، وبعدين رشيته طحين، وبعدها صبيت فيه المزيج. طبعًا فيكم تحطوه بصحن بايركس أو بأي قالب أنتم حابين تحطوا فيه الكيك، وبدنا نحطه بالفرن رح ياخد معنا من نص ساعة ل40 دقيقة. يستوي عندي الكيك بالفرن بدي أحضّر صوص الشوكولا. عم باستخدم شوكولا البندق، أي شوكولا بندق متوفرة عندكم بالسوق، أو بتحبوا تستخدموا كمان شوكولا عادية. هي الشوكولا اللي بتيجي دهن. راح أحط تقريبًا نص العلبة، هي العلبة فيها 200 جرام، وبعدين بدي أشوف إذا راح أحتاج أحط فوقها أكتر، يعني بدي أشوف سماكة المزيج يا إما باضيف عليه أو باكتفي بهي الكمية. وبعدها بدي أضيف عليها كريمة سائلة كمان تقريبًا نص العبوة. العبوة كمان بتيجي 200 مللي، وباخلطهم مع بعضهم. باضل باخلطهم لبين ما أحصل على مزيج يكون قوامه متماسك، ما يكون سائل كتير ولا يكون ماسك كتير. بعد ما خلطته منيح لقيت المزيج لساته سميك، فضفت له كريمة أخدت تقريبًا معي علبة الكريمة كلّياتها. ومتل ما قلنا بنضل بنضيف عليهم كريمة لبين ما نحصل على القوام اللي بدنا إياه. وهيك هلأ صار عندي المزيج جاهز. طلعت الكيكة من البراد وتركتها تبرد، وهلأ عم بافتح فيها هيك صقوب صغيرة مشان تتشرب الصلصة. فيكن تفتحوها بالشوكة أو أي شي متوفر عندكم في البيت. وهلأ عم باسقيها حليب مشان تطلع عندي طرية. هيك بس يا دوبك ربع كاسة حليب. بعد ما سقيتها حليب فضيت صوص الشوكولا اللي خلطناه مع بعض سوا. بدي أتأكد إنه توزّع الصوص على كامل الكيكة من كل الجوانب، ونغطيها تغطية كاملة. اكتبوا لي بالتعليقات إذا بتحبوا أنتم كمان صوص الشوكولا، وإذا بتعملوه بنفس الطريقة والّا كمان بتستخدموا طريقة تانية. هلأ بدي زيّنها بقطع الشوكولا هادول اللي أنتم شايفينهم، أنا ما باعرف الصراحة شو اسمهم بالعربي، بس إنه في منّن هادول شوكولا وفي منّن على ألوان تانية.
ما باعرف نحن كانوا يقولوا لهم دردر، بس ما باعرف أنا شو اسمهم بالعربي مضبوط، اكتبوا لي بالتعليقات إذا بتعرفوا اسمهم بالعربي، أنا باسميهم حبيبات شوكولا وخلاص. طبعًا أنتم فيكم تزينوهم بالشي اللي أنتم بتحبوه، بس أنا لقيت هدول مناسبين مع الشوكولا ومع صوص الشوكولا مع الكاكاو، وكلّه هيك بقلب بعضه بيعطي نكهة كتير طيبة. بعد ما صارت عندنا الكيكة جاهزة المفروض إنه نغطّيها بورق حفظ الطعام ونحطّها بالبرّاد لتبرد وتاني يوم ناكل منّا، بس أنا يعني كنت مستعجلة كتير مشان أخلّص الفيديو، فما صبرت عليها وقطّعتها، طلعت شوي لسه ما كان ماسك الكيك منيح، طلعت شوي هيك عم تفرفط، بس إنه يعني طعمتها بصراحة ولا أطيب من هيك. هي كانت وصفتنا لليوم كيكة الشوكولا، باتمنى إنكم تجربوها. واكتبوا لي بالتعليقات إذا بتحبوا وصفات تانية من الكيك، وما تنسوا تحطوا اللايك إذا عجبكم الفيديو، ومع السلامة.